لو عايزة تعرفي ازاي تطلعي الكوردن بلو بالجمال ده، سايح من جوه ومقرمش من بره وخطير. كل اللي هيدوقه هيتجنن على جماله، ومحدش هيصدق ان ده معمول في البيت. هتنافسي بيه افخم المطاعم، والطريقة سهلة وبسيطة. تابعي معايا. بجيب نص كيلو صدور فراخ، وبجيب شوية جبنة رومي مبشورة، شوية موتزاريلا، وحتة بسطرمة. وجبت البهارات بتاعتي: ملح وفلفل وبهارات كاري، وشوية مرق الدجاج، وبصل باودر وتوم باودر، وشوية بابريكا. بعجن ده كله في بعضه كويس قوي. بعد ما بفرم الفراخ، انا مش بحط بصل في الوصفة دي خالص، انا بكتفي بالبصل البودر. بحط معلقتين بقسماط، وبعجن ده كله مع بعضه كويس قوي. هتتشكل معايا عجينة لطيفة كده زي ما انت شايفة. هعملها 10 كور، وهبدأ ان انا اجيب كيس بلاستيك من اللي بنحفظ بيه الاكل في التلاجة، وهفتحه، وهبدأ ان انا افرد عليه كل كورة بالشكل اللي انت شايفاه ده. احاول ان هي تبقى كورة يعني لما افردها تبقى مستطيلة، علشان هحط عليها الحشوة بتاعتي واسوي الاطراف بتاعتها كويس قوي. هقولك فايدة الكيس ده دلوقتي ايه، بس لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير للوصفة، وتشتركي في القناة لو انت بتتفرجي عليا على اليوتيوب، او تعملي اكسبلور لو انت معايا على التيك توك. انا حطيت الحشو بتاعي، تقدري تستخدمي اي حشو انت حباه. انا زودت الموتزاريلا عن الرومي عشان الموتزاريلا هتديني مطه حلو. وخدي بالك ان انا قللت الملح في الفراخ علشان البسطرمه فيها ملح. بصي، انا قفلت الفراخ على الحشو بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبالكيس البلاستيك هبدا ان انا اقفل كويس قوي، والفها رول زي ما انت شايفه كده. الكيس البلاستيك بيخليها تطلع معايا متساويه وتجنن، وتطلع مقفله من كل ناحيه. لو لقيتي حته مفتوحه فيها عادي شدي بقيه الخليط عليها كده هيقفلها. هفتحها اهو زي ما انت شفتي. هفردها وهحط الفراخ بتاعتي وهي مفروده، هحط عليها الحشو. هقفل بالراحه خالص زي ما انت شايفه كده، وبحرف سباتيولا او معلقه او حاجه هضغطها بس عشان حرفها يقفل كويس قوي كده. وبعدين هلم جناب الكيس على الحرف ده، بعد ما اقفل الحرف ده كويس قوي ومن الحرف ده كويس قوي. الكيس بيساعدني ان انا اطلعها مضغوطه كويس قوي عشان ما تفكش مني في الزيت. بصي، قفلت كويس وابرم بقى، وانا ببرم بضغطها كويس عشان تطلع معايا مقفوله حلو قوي. وطلعت بالشكل اللي انت شايفاه ده. احنا زي ما قلنا نص كيلو بانيه عمل لنا 10 بالحجم الكبير اللي انت شايفاه ده، ما شاء الله. تحفة تحفة تحفة. تقدري تعملي بدل البسطرمة سلامي او تركي مدخن زي ما تحبي. جبت تلت كوباية دقيق عليها نص كوباية مية، قلبتهم سوا. وجبت كريسبي بانيه من عند العطار وفرمته في الكبة لو هو خشن. وبدأت ان انا احط الكوردن بلو بتاعي في الدقيق بمية، وبعدين اطلعه على الكريسبي بتاع البانيه. وطلعت بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا ما بحطش بيض خالص في الوصفة دي. بقلي بقى في زيت غزير سخن على النار، والنار تكون متوسطة، ما تبقاش نار عالية قوي وما تبقاش نار هادية. طلع معايا بالشكل الرائع ده. تقدري تعمليه جنب مكرونة او رز بسمتي او سندوتشات، حاجة كده حكاية، ومحدش هيصدق ان انت عاملاه. اوعي تنسي الشير واللايك والاشتراك.